أعتبرها هامة وأساسية، لأن الانطلاقة لهذه السنة للمصادقة على قانون الميزانية هو السبب اللي وضعنا في المشكل هذا اللي احنا عايشينه اليوم. أولا سرعة وضغط الوقت هو اللي جعل أننا ما دخلناش يعني في عملية منظمة من أصلها، وهي الاستماع إلى كل الوزراء وزيرا يقدم ميزانيته، وفي ذلك الوقت تقع المصادقة على كل ميزانية وزير حتى نقيم الأداء متاعه واستحقاقاته أن يتحصل على الميزانية اللي طالبها بالنسبة للسنة المقبلة. هذا كله ما تمش بصفة يعني هكا مباشرة نصادقوا على النفقات والموارد ونمروا معناتها من وزير إلى آخر، وهذا شيء ما عادش مقبول. صار السنة الماضية لاعتبارات نتاع زمن، لكن المرة هذه كان من المفروض أن ثم أكثر من هذا حتى رئاسة الجمهورية عطلت الأمور اعتبارا لأنه ميزانيتها، وإذا بها علقنا الكل على أساس حتى وما ضر لو أن رئاسة الجمهورية حلت المشكل نتاعها في 24 ساعة هي والحكومة ورجعت من الغدوة وأعطتنا معناتها النتائج نتاعهم، وراه عرفنا احنا الفصل 1 و9 وما أخرناش حتى نعرفوا احنا الميزانية كيفاش هي معدلة، باش من بعد وقت اللي نقدموا اقتراحات في إضافات نعرفوا على الأقل ما هو مرصود، ما هو معتمد، ما هو موجود في الموارد وما هو موجود في النفقات. وقت اللي دخلنا البارح نتحدثوا كل إنسان قدم يعني اقتراح نتاع نفقات جديدة على أساس معين، إلا ويجابوه بالفصل 30 اللي نحترموه احنا بطبيعة الحال، وأنه إذا كان فما نفقات لازم تلقى لها موارد. وشكون يعرفها الموارد؟ ربي يقولوا لي شكون اللي يعرف شنو الموارد اللي موجودة واللي مرصودة احنا في الوزارة وهي ما تسكرتش وما نعرفوش عليها. هوني من المفروض وهو أنه يقع تعداد كل المقترحات اللي عندها انعكاسات على الموارد، ثم وزير المالية هو اللي يجتهد معانا باش يقول لنا كيفاش فما الموارد وين نلقاوها وهاو الموارد الموجودة، ويقع في ذلك عملية نتاع مقارنة بينهما. هذا ما وقع البارحة في اللجنة، هذا في الأخر. لكن الموارد وقت اللي قدمنا البرشا العديد قالوا لي منين باش نجيب لك الموارد؟ هذا 150 مليار قالوا لي باش نجيبوها، ونعرف عليها منين باش نجيبها. أنا عندي نظرة كاملة على الواحد، قل لي أنت أعطيني رأي. هذا ما وقع. نعملوا تحكيم داخل هذه العملية كلها مع الأسف. هذا ما وقع. لا ما وقعش الإعلام فيها ناس ما تعرفهاش. لو بقيت معنا هذه تمت يعني بطريقة، لا هذه تمت بطريقة ارتجالية، لا وهوني خيبة أمل كبيرة.